مرموش هرب، مرموش يسجل التعادل لفرانكفورت الغدار. مرموش جول He's going to try and get one here. Oh, that's gorgeous stuff. Yes. Omar Marmoush. Götze, great ball on here. It's Marmoush. كل حاجة كانت ليها نهاية ليها بداية، وفي بداية كانت سهلة وبداية كانت صعبة. مفيش حاجة بتيجي غير بالتعب والجهد، وبتشتغل أكتر وبتتعب وبتدي وبتخلص فربنا بيكرمك. نجمنا النهاردة واحد تعب في بدايته وعانى وبيوصل لنجاحات، بيحقق نجاحات على أعلى مستوى دلوقتي. نجمنا النهاردة عمر مرموش، واحد كانت بدايته صعبة يعني، وما كانتش أحسن حاجة، ففضل يحارب على حلمه لحد ما وصل اللي خطف انظار الفرق الاوروبيه الكبيره، منهم ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ اللي داخلين فيه بقوه في الميركاتو اللي جاي. عمر مرموش بدايته كانت في ناشئين وادي دجله، كان الوقت ده الكابتن ماجد سامي عامل قطاع ناشئين على اعلى مستوى مع احمد حسام ميدو. الفترة دي قطاع الناشئين طلعوا لاعيبه كتير للدوريات الأوروبية، منهم زيزو اللي عاد مرة أخرى للزمالك وبقى نجم أفضل لاعب في الدوري المصري، ومنهم محمد هلال لاعب البنك الأهلي. عمر مرموش كانت بدايته في ناشئين وادي دجلة، ثم احترف في 2017 لنادي فولفسبورج في الدوري الألماني. لعب معاهم توتال مباريات في سنتين 52 مباراة، سجل 20 هدف. ما كانتش برضو مسيرة على أحسن حاجة، طلع إعارة لنادي سان باولو، لعب معاهم 21 مباراة، سجل 7 أهداف، ثم عاد لنادي فرانكفورت كانت فترته الأمثل في الدوري الألماني. عمر مرموش بيحقق معاهم نجاحات جامدة جدا، هو دلوقتي من أفضل اللعيبة في الدوري الألماني وخاطف أنظار الدوريات الأوروبية كلها. ده على مستوى الأندية. على مستوى المنتخبات عمر مرموش عاوز يحقق حلمه طبعا وحلم كل المصريين، الوصول لكأس العالم وتحقيق لقب أفريقيا. هو الأول للجيل الجيل ده ما حققش لقب أفريقيا، هو ولا صعد معاهم، ما كانش موجود في فترة صعودنا لكأس العالم 2017. عمر مرموش واحد تعب واجتهد واشتغل على نفسه لحد ما وصل للنجاحات اللي هي فيها. وهل هتكون واجهته المقبلة للدوري الإنجليزي، وهل هيكتمل مسيرته في الدوري الألماني؟ هو يقدر، هو مستواه الفني وسرعاته ومهاراته يقدر إن هو يلعب في الدوري الإنجليزي، وهيكمل مسيرته إن شاء الله يعني على أعلى مستوى. أنا متوقع إن هو لو راح الدوري الإنجليزي مع ليفربول أيا كان، أنا برجح له ليفربول. محمد صلاح النهارده من كباتن الفرقة، يعني هيدخله في الأجواء بسرعة، هيساعده كتير، وهو اصلا ليفربول داخل فيه بقوه، عارض 50 مليون جنيه استرليني، وهو رقم كبير جدا في الدفع في لاعب مصري بعد محمد صلاح. يعني اتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله يكون موفق مع اي كان فرقه هيلعب فيها السيزون الجاي. مبسوط جدا ان انا كنت معاك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واستنونا فيديوهات جايه كتير.